فوق ظهر الوجيه ويا بهي. لا مؤاخذة، ما خدتش بالي انك قاعدة هنا. ما حصلش حاجة، شوف انت هتعمل ايه. انا كنت جاي اطمن المزقة فيها مية. انت ليه ما رحتيش معاهم العزاء؟ وانت مالك؟ حقك علي، اصلهم اول مرة يهملوكي وحدك، قلت اطمن. انا ما بحبش البندرين ولا بحب اخد بخاطرهم، اصل هم سبب وقف حالي بالزور. ما تخزنيش في السؤال يعني. انت ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ اصلك حلوة قوي. اصلي بصراحة يعني انا ما شفتش واحدة بجمالك قبل سابق. ما تتحشم يا باشمهندس، ولا عشان سمحت لك تتحدث معاي تقوم تجل حياك. انت اول واحدة اتكلم معاها من وقت ما جيت هنا، فما تأخذنيش يعني لو طلعت مني كلمة كده ولا كده. صدقي انا كنت نسيت صنف الحريم لحد ما شفتك وانت بتتسبحي في المسجد. يا مصيبتي، ما تخافيش، مش هقول لحد. انت كنت مدسوس فين؟ اوعاك تقول لي وسط الزرع. مدسوس؟ والله ما كان قصدي. اسكت اسكت خالص. يا فضيحتي يا فضيحتي. طب اسمعيني طيب. انت قليل الحياة، اوعاك تقرب مني ولا لسانك يخاطب لساني. يا بنت الناس قلت لك مش قصدي. قلت لك بعد عني، بعد عني لا صرخ واخليهم يقتلوك وانت واقف. قتلوني وانا واقف كيف يعني؟ ايه الغباوة اللي انا فيها دي؟ حد يقول الكلام اللي انا قلته ده؟ يا مري، ايه اللي انا هببته ده؟ اعمل ايه؟ يا نسمة بالله عليك ما تزعليش مني. بعد عني، انا بكرهك. وانا بحبك من وقت ما شوفتك وانا ما بنامش. انا حاسس بالذنب ناحيتك، بس بقول يمكن ربنا عمل كده عشان تبقي من نصيبي. ربنا قال لك تغض بصرك، مش تتجسس على الناس الآمنة. روح يا شيخ الله يسامحك، كشفت سري وفضحتني قدام روحي. نسمة، لو طلبت يدك من ابوكي توافقي؟ ما تتعبش نفسك، ابويا مش هيوافق، ولا انا هقبل واحد زيك قليل الحياة، وسيبني في حالي. حقك عليا مرة تانية، أنا قليل الحياة فعلا. إيه اللي أنا عملته ده؟ لو قالت لأبوها هقف قدامه كيف؟ هحط وشي في وشه كيف؟ أنا لم خلقاتي وارحل. طب أروح فين؟ يدبرها ربنا. كيفك يما؟ كيفك يا خال؟ خلصتوا الوكل؟ اهلا بالعرابه، كيف تدفني؟ كده يا خالة انا دفنت؟ لا حية بزبال. عملت ايه وحدك يا بيه؟ غطست في المسجة مرة تانية؟ لا كنت بغسل لكم المواعين. ولا انا قلبي حاسس انه وراكي حاجة، عينيكي زايغة والكلام بيتحش في حلقك. ايوه، ما انت مش فاضل لك غير انك تفتحي المندل وتجري الكف ونقول لك يا شيخة عديلة. وتتكلمي طوالي يا بنت وتقولي في ايه؟ هقول، بس مش عايزة نجورة ولا كلام مسخ. قولي. بصراحة كده عمر عايز يتجوزك، مش كده؟ كده؟ قلت لك بنت شيخ عديلة. مش قلتلك يا وجيدة وحياة ابوكي مش قلتلك ان عمر عينه على بنتك؟ وايه اللي عرفك يا بنت انه عينه عليك؟ شافني وانا بغسل المواعين على المسجد وقال لي يعني اذا كنت ارضى بيه ولا لا، بس انا قلت له لا انا ولا ابويا هنرضى. وتنسحبي من لسانك ليه؟ كيف تتكلمي مطرح ابوكي؟ بتقفليها ليه؟ وما دام قفلتيها بتقولي لنا ليه؟ ولا فاكره انه هيطلب التاني؟ لا، ما هو عاود وقال لي لو كان ابويا هيعتبره واحد مننا يبقى هيوافق على الجواز، وان ما وافقش يبقى بيعتبره غريب واحسن له انه يهملنا ويمشي. وقلت له ايه؟ انه غريب ولا قريب؟ لا، قلت له عيب يمشي من غير اذن الكبير، ولازم يقعد يتكلم معاه راجل لراجل، وانا هوافق على اللي يقول ابويا. وبعدها جه بكري ومسك فيه. مسك فيه كيف؟ اتعاركوا؟ لا، مسك فيه قعد
ايه المهم؟ انت عاوزاه ولا لا عشان افتح ابوكي؟ حوشي يما طوابير العرسان اللي بتتقدم لي. قولي لابويا لو قعد 100 سنه يستنى واحد من العيله علشان يتقدم لي مش هيلاقي الا واحد مرته ميت علشان يخدمه ويخدم عياله، وانا مش ممكن اوافق بكده ابدا. واذا كان واحد مرته ميته وما عندوش عيال؟ لا برضه لا. تبقى انت اللي حكمتي بروحك على طلب عمر، لان الباش مهندس بتاعك مرته ماتت مقتوله وجي من بلده هارب من عاره لانه ما عرفش ياخد الطارة. عرفت ليه هو صابر على العيشه المره وسطينا؟ لانه ملوش متوى غير هنيك، وما اظنش ابوك هيوافق عليه. انت ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ اصلك حلوه قوي. اصلي ما شفتش واحده بجمالك قبل سابق. معقول انا لسه جميله وحد رايدني؟ بس ايه الفايده؟ ده غريب عننا وعمرهم ما هيقبلوه وسطيهم. يا ست نسمة، يا ست نسمة، يا ست نسمة، عاوز يا زرزور؟ افتح الباب يا ست نسمة. كيف؟ الباشا مهندس عمر لامم خلقاته ومصمم يسيبنا ويمشي، ولو سبته يمشي ابوك هيطين عشتي. وانت عاوز نعمل له ايه دلوقتي؟ الا تعملي له ايه؟ انت بنت الكبير وكلمتك ليها عنديه احترام. اقول له يقعد معانا بالعافيه ياك. عطنيه شوي عقبال ما نشوف بكر وين. ده لو طلع من هنا مش هنعرف ونعترف فيه. وهو عمر وين دلوقتي؟ طلع على الطريق بخلقاته يشوف عربية تنقله للمركز. طب روح شوف بكري وانا احصل. تسلم يا ست نسمة، بس أمانة عليكي تمسكي فيه وتثبتي، ده احنا من غيره نبوظ. وينك يا بكري؟ وكمان عاوزني اثبت فيه يا زرزور؟ إن كنت ماشي علشان خايف أقول لأبويا على اللي حصل منك فما تخافش، مش هقول له. وإن كنت ماشي علشان زهقت فأنت حر، لكن من الواجب إنك تستنى الراجل اللي فتح لك بيته وأرضه. شوف يا بنت الناس، انا ما حصلش مني حاجه تمسك ولا لمستك ولا قلت لك كلمه عفشه. كنت قلت لك يعني اني شفتك، انا كتمت اللي شفته. اقفل على الموضوع ده كأنك ما قلتليش. والله ما كان غرضي احرجك، انا كان غرضي اقول يعني يمكن ربنا كشفك لي عشان مقسومالي. انا ما بطلتش تفكير فيكي بالحلال، قلت لنفسي ليه ما اتجوزهاش ما دام معتبريني واحد منكم. قلت الواجب يعني اسالك قبل ما اتقدم لك. وبعد ما عرفت حكايتي مع همام البنداري وكيف وقف حالي بالزور، انا متعلم يا نسمه مش جاهل. شفت بنات كتير في الجامعه وفي البندر وعرفت واحده واثنين، لكن ما حصلش نصيب. وزي ما فت معرفتهم باحترام فتهم باحترام. المهم انك محافظه على احترامك. وانت شايف ايه؟ محترمه ولا لا؟ اللي تخجل وتتعصب عشان واحد شافها وهي تسبح في المسجة بخلقاتها تبقى بنت محترمة. النصيبة بعد كده. انت قلت لي انك كنت واقف وسط الزرع وانا كنت بعصر خلقاتي وسط الزرع. كنت مسطورة وسط الزرع. قول الحق، عينيك بتقول انك بصيت لي. الحق انا عايز اتجوزك، بس خفت اكلم ابوك يقول عليا قليل الاصل ويطردني. قلت اخدها من قصيرها وامشي لحالي. انا هقول لامي، واذا ابويا وافق هشيع لك مرسال. لو كان مناعة هنا كنت وسطته بيني وبين ابوكي. قول لي الاول، اديك عرفت حكايتي، انت ايه حكايتك؟ ليه عازب لحد دلوقتي؟ وليه مهمل ناسك؟ ابوكي عارف كل حاجة من اول ما جيت. لو في نصيب اسأليه وهو يقول لك. بيجي دول اصول يا باشمهندس. عاوز تفوتنا وتمشي من غير ما تقول للكبير؟ ما انا قلت له عيب. وعاوز تفوتنا ليه؟ حد زعلك لا سمح الله؟ لما يجي الكبير حسان هقول له اللي مزعلني، ولو عرف يراضيني هقعد. اكيد هيراضيك، انت غالي علينا قوي. بس قول لي ايه طلباتك يمكن اقدر انا. هو طلب واحد ما فيش غيره، يا تعتبروني واحد منكم بحق يا الحق الباقي من عمري في بلد تاني.
خبريه فاضل. خير. سناجي بعتنا عشان اجيب ست نسمه ووديها للبيت بالعربيه. وانت كمان هتيجي معانا؟ لا مش هاجي. انا جاهزه. قولي لابوي انها بايته هنا مع الرجاله وما تجيبش سيره عن حكايه عمر. انا هبقى اقول. مع السلامه. مع السلامه. روق دمك يا باشمهندس، ما انت برضك مننا ولا علينا.